بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وتسليما إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة هنعمل فيديو حلو، حاجة بسيطة وفي نفس الوقت هتعمل غدا حلو، مش مكلفة خالص وبسيطة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما انتوا شفتوا كده كبدة. جبت كيلو كبدة من اللي هو بتاع الفراخ، كبدة على قوانص، غسلته كده كويس. الكبدة بيكون فيها قلب كده، قلب ده بتفتحيه بيبقى فيه يعني دم كده مجمد، بتشيليه. طبعا الكلام ده للبنات الصغيرين، احنا كستات كبار عارفين الكلام ده كويس. كلامي للبنات الصغيرة. بعد كده جبت القوانص، شلت منها الدهنة. انتوا عارفين ان بيبقى لها دهنة كده كاسياها من بره، فبشيلها وبغسلها كويس، واحط بقى مية على البوتاجاز كده تغلي. هسلق فيها القوانص دي علشان انتوا عارفين القوانص الكبدة بتستوي قبل القوانص تمام. هاخد كده الكبدة، هشطف القطاعة بتاعتي، وهاجي كده بقى ايه، اقطع الكبدة قطع صغيرة. يا ريت اللي يشوف الفيديو ده ما ينسناش كده بدعوة ولايك، وكمان اللي مدخلش قناتي يشترك، يا ريت يدخل يشترك ويدعمني ويفعل الجرس. تمام. قطع الكبدة كلها زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده المية بتاعتي غليت، نزلت بالقوانص كده عشان تاخد ايه، تستوي. وبعد كده اخرجها اقطعها واحطها مع الكبدة. معايا حوالي 4 5 فصوص من الثوم كبار كده، هقطعهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. النهاردة أنا ببعت رسالة من الفيديو دوت لبنتي حبيبتي، ربنا يبارك في عمرها يا رب. أنا كنت تعبانة الفترة وربنا أكرمني الحمد لله بالشفاء. هي وقفت جنب مني بصراحة، ما سابتنيش، كانت ما بين دراستها وما بين البيت. ربنا يبارك فيها وفي عمرها، وفي كل بنت تراعي أمها كده وتاخد بالها منها يا رب، ويبارك في بناتنا. واللي ما خلفش بنت ما خلفش يا جماعة. كانت هي السند ليا، وهي اللي كانت واقفة جنب مني، كانت هي كل حاجة. أنا ما عنديش أخوات بنات، هي أختي وهي بنتي، وفي أوقات كتيرة بحسها إنها أمي. ربنا يخلي أمي ويديها طولة العمر ويبارك في عمرها. بس بنتي بحس إن هي يعني إيه، ما شاء الله، بحسها إن هي ليا كل حاجة على اللي هي عملته معايا. ربنا يبارك لي في عمرها. زي ما انتوا شايفين كده معايا بصلتين، قطعتهم كده جوليان، وبعد كده قطعتهم كمان قطع كده، خليتهم مربعين. قطع يعني ايه، قطع صغيرة كده على كبيرة. وهجيب كمان ايه، قرن فلفل حامي كده او قرنين. انا المفروض ان انا بحط على الكبدة ديت فلفل اخضر وفلفل احمر، يعني فلفل الوان، بس للاسف ما عنديش. فحطيت ايه، حطيت قرنين فلفل حامي، واللي اكل ده عليا من الشطة اللي كانت في الكبدة. تمام، عشان عندي في ناس مش بتحب الحراق يعني. تمام. جبت طماطمايه كده كويسة متوسطة وقطعتها مكعبات، وهنزل عليها على البصل برضو، بس لما اجي احمره. حطيت بقى زيت حوالي قد ايه، حوالي 3 4 معالق، ونزلت كده بالبصل والثوم المتقطع. عايزة البصل بتاعي يكرمل كده، هشوحه كده في الزيت. وبعد كده هنزل بالطماطم اللي انا قطعتها، الطماطمايه اللي انا مقطعاها. تمام. نزلت كده بالطماطمايه، ومعايا معلقة كبيرة من دبس الرمان، وحطيت معلقة برضو من السماق، وحطيت معلقة من الملح. الملح ده حسب تحقيقك انتي، ومعلقة من البهارات، ومعلقة من الفلفل الأسود. دي كانت البهارات بتاعتي اللي أنا حطيتها. ربنا يبارك في ولادنا يا رب، ويخليهم لنا ويخلي ولادنا وبناتنا يا رب. كده نزلت بالقوانص بعد ما استوت وقطعتها، نزلت كده بيها الأول. وكنت فرحانة وسعيدة النهاردة وانا بعمل الأكل ده لولادي، لأن أنا بقالي فترة مش بعمل أكل، وبنتي هي اللي بتعمل. وكنت أقول لها صوري، كانت بتتكسف إنها تصور. فدي كانت أول أكلة بعد تعبي.
نزلت طبعا بالكبدة، شوحتها مع بعد ما نزلت بالقوانص نزلت بالكبدة. هتقولوا بقى بقول لكم الكلام ده ليه؟ بشارككم علشان انتوا حبايبي، واللي عندها بنت ما تزعلش، واللي عندها 2 ما تزعلش، واللي عندها 3 ما تزعلش، ربنا يبارك فيهم كلهم يا رب. تمام. مع الكبدة كده استوت والقوانص خلاص. اعملوا لايك يا جماعة. هعمل جنب منها بقى مكرونة. ممكن بقى تعملي جنب منها مكرونة، ممكن تعملي جنب منها عيش وبطاطس كده وخيار مخلل، يعني وتقدري ايه تشكلي في اكلك معاها يعني. انا عملت ايه، حلة مكرونة كده صغيرة، مكرونة سباكيتي. تمام. سلقت المكرونة زي ما انتوا شايفين. المكرونة اسباجيتي عشان تطلع معاكي ناجحة تك عليها شوية في السوا، يعني ايه ما ت... يعني ما تطلعهاش فيها الندغة دي، سويها عشان تبقى معاكي حلو. عندي كده كان بطاطسية قشرتهم، قلت برضو احمر شوية بطاطس جنبها، ممكن حد ياكل مكرونة وممكن حد يحب ياكل بعيش. نزلت كده بمعلقتين صلصة على حوالي 3 معالق من الزيت، ومعاهم الملح والفلفل بعد المكرونة بتاعتي ما اتسلقت وصفتها كويس. نزلت كده زي ما انتوا شايفين المكرونة جميلة ازاي، اتك عليها شوية في السوا بتطلع معاكي طرية وحلوة، مش بتعجن ولا حاجة، بل بالعكس بتبقى حلوة لما بتطلعها فيها نشا، يعني سنة ندغة كده بتحسي انها كسرت منك ومبقتش حلو. حمرت كده شوية بطاطس جنب الكبدة، اللي حابب ياكل ببطاطس ماشي وعيش، واللي حابب ياكل مكرونة ماشي. وادي الكبدة بتاعتنا بعد ما خلصت والمكرونة والبطاطس، قطعنا شوية كده من الخيار والعيش البلدي بتاعنا. وده كان غدانا، وده كان يومنا النهاردة. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.